بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده. ومن الصفقات اللي بحبها جدا في النادي الاهلي اللي يشتري الاهلي، اللاعب اللي يشتري الاهلي، زي صفقه عمر الساعي. عمر الساعي خلاص النادي الاهلي اعلن عنه امبارح، والحمد لله عمر الساعي اهلاوي. عمر الساعي لاعب هتكلم عليه، هتكلم عن ادائه. لو قلت لك ان انا كنت بتابعه قبل ما اسمه ما يرتبط بالنادي الاهلي هكون بكذب عليك، ولكن بعد ما اسمه ارتبط بالنادي الاهلي او النادي الاهلي اتكلم عليه بدات اتابعه وبدات اشوف مهارات عمر الساعي وبدات احلل طريقه لعبه، هتكلم فيها في الحلقه دي. ولكن قبل ما ندخل حلقتنا، ربنا يشفي الكابتن ايهاب جلال، تعرض لوعكه صحيه امبارح وموجود في المستشفى دلوقتي. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. المدربين اللي بحبهم جدا من ايام المقصه، من ايام ما كان موجود في تليفونات بني سويف، مدرب محترم، مدرب مؤدب جدا. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. هندخل في صفقه عمر الساعي، من الصفقات اللي بحبها جدا. ودايما جمهور النادي الاهلي ايا كان اللاعب ايه، دايما اللي بيشترينا بنشتريه. عشان ما اطولش عليكم، نبدا في تحليل اداء عمر الساعي لاعب النادي الاهلي اللي خلاص هيتقيد في افريقيا، وان شاء الله يبدا مع النادي الاهلي فتره اعداد ان شاء الله. عمر الساعي بيلعب رقم 8 ويقدر يلعب رقم 6 ويقدر يلعب هاف، لعبها في الاسماعيلي كتير، وبيقدر يكمل في الهجوم وبيقدر يلعب راس حربه. تخيل عمر الساعي من خلال تحليل ادائه بيقدر يقوم بالثلاث مهام: رقم 6، رقم 8، رقم 10، ممكن يلعب راس حربه. لعبها في مباراه سيراميكا مع الاسماعيلي واحرز هدف. عمر الساعي لاعب سريع جدا، لاعب الكنترول عنده في الكوره كويس جدا، لاعب مهم في نقطه انا بحبها وبعشقها في اي لاعب، زي ما كنت بتكلم فيها على امام عاشور لما كان موجود في الزمالك. عمر الساعي من اللعيبه اللي بتقدر تقوم بحلقه الوصل ما بين الدفاع ونص الملعب والهجوم لو الدنيا متقفله. بمعنى لو الدنيا متقفله على مروان عطيه، هتلاقي عمر الساعي زي ما امام عاشور ما بينزل تحت يبدا يمشي الدنيا، هتلاقي عمر الساعي قام بحلقه الوصل دي نقطه. تاني نقطه، عمر الساعي بيقدر يباصي ما بين الخطوط وفي نفس الوقت بيستلم ما بين الخطوط. مش اي لاعب يقدر يستلم ما بين الخطوط. عارف السؤال اللي بيدور دلوقتي في ذهنك، هل هو ولا قفشه؟ هقول لك وهجاوب لك على السؤال ده دلوقتي. ولكن عمر الساعي من اللعيبه اللي بتقدر تباصي ما بين الخطوط، بيقدر يعمل الباص على الارض ما بين الخطوط، بيقدر يعمل الثرو كويس، بيقدر يعمل العاليه كويس، بيقدر يكمل ويستلم في ظهر الديفندرات كويس. في كومنت انا عملته ان هو بقول لك في بعض الحنكشه في ادائه، هقول لك ليه بعض الحنكشه، ولكن اداء عمر الساعي من وجهه نظري مقبول جدا، واتمنى استمراريته في ادائه مع الاسماعيلي، استمراريه الاداء ده يكون مع النادي الاهلي عشان يبقى ليه دور، علشان يبقى ليه دور. لو النادي الاهلي تعاقد مع بن رمضان، عمر الساعي ممكن ما تلاقيش ليه دور قوي، وممكن عمر الساعي يختفي في النادي الاهلي، واتمنى غير ده، يعني اتمنى غير ده. وافتكر كلامي، لو النادي الاهلي تعاقد مع بن رمضان، عمر الساعي مش هتلاقيه قوي، لان رقم 8 اللي دايما بيعتمد عليه مارسيل كولر محمد مجدي قفشه ليه الاولويه. يمكن عمر الساعي، السؤال اللي بيدور في ذهنك، عمر الساعي اللي انا هجاوب لك عليه دلوقتي، عمر الساعي افضل من قفشه في سرعاته، افضل من قفشه في الكنترول على الكوره، ان هو بيكمل بالكوره وبيرقص في مساحات. قفشه بيرقص على الضيق، قفشه لعبه ميل للخماسي شويه، ليه اهداف غاليه قوي علينا. ولكن عمر الساعي ككنترول وكمساحات اسرع من قفشه، وبيرقص في مساحات اسرع من قفشه. قفشه لعبه ميل للخماسي، عمر الساعي بيصوب من اي مكان. عمر الساعي بيصوب من اي مكان، قفشه بيصوب بيمينه بس، عمر الساعي بيصوب بيمينه وبشماله واحرز اهداف بيمينه وبشماله. فعمر الساعي لاعب هيفيد النادي الاهلي جدا ان شاء الله في رقم 6، في مركز 6، في مركز 8، يقدر يلعب لك كصانع العاب. بقى عندك لو النادي الاهلي ما تعاقدش مع بن رمضان، بقى عندك امام عاشور 8 وعمر الساعي 8، 2 تمانيات يقدروا ينزلوا لك تحت، يعملوا لك الواجب الدفاعي ويهاجموا من على الاطراف ويعملوا جبهه كويسه من على الاطراف. هتقولي طب ايه الكومنت اللي انت قلته؟ هقول لك ان في بعض الحنكشه في اداء عمر الساعي. ايه بعض الحنكشه؟ لما المباراه بتكون مضغوطه
اللي هيقابله دايما في النادي الاهلي لما المباراه بتكون مضغوطه وبيبقى في كثافه عدديه في نص الملعب، بتلاقي عمر الساعي اللي هو ايه، ياخد الكوره مش عارف يعمل بيها ايه، يلاقيه دخل في الزحمه، تلاقيه عمل. المهم ان هو عارف الحنكشه. انا مش عايز اقلل من اي لاعب ارتبط اسمه بالنادي الاهلي ايا كان هو مين، ولكن دي وجهه نظري، واتمنى وجهه نظري تكون غلط في عمر الساعي. اتمنى وجهه نظري تكون غلط في عمر الساعي، اتمنى عكس كده، واتمنى التوفيق لاي لاعب اسمه ارتبط بالنادي الاهلي، ولكن دي وجهات نظر وانا بحلل اداؤه. فعمر الساعي يلعب لك 6، يلعب لك 8، يلعب لك 10، او يلعب لك 9.5، او يلعب لك راس حربه زي ما لعبها في مباراه سيراميكا، لان سرعاته كويسه جدا. دي حاجه. تاني حاجه، واحد لواحد بيقدر يعدي، في مساحات بيقدر يعدي، يمين وشمال بيشوط، الباص ما بين الخطوط بيباص، الاستلام ما بين الخطوط برضه بيستلم. وهتكلم في نقطه كمان، هتكلم في نقطه اداء مارسيل كولر او التكتيك اللي بيلعب عليه مارسيل كولر الفتره الاخيره بقى بيلعب ب2 رقم 6، اكرم ومروان عطيه، بيدي اريحيه لزياده اكرم وبيثبت مروان عطيه. اكرم هجوميا مش اللاعب اللي هو يقدر يروح واحد لواحد يرقص يشوط، واحد لواحد يرقص ويشوط زي عمر الساعي زي امام عاشور، مش من اللعيبه اللي تقدر تكمل في الهجوم. لكن عمر الساعي هيفيدك برضو لو ما تعاقدتش مع محمد علي بن رمضان. اعتبر نفسك ما تعاقدتش معاه، وانا من ضمن الناس زي ما قلت لك في حلقه امبارح، انا مش عايزه، انا مش اقسم بالله ما بقتش عايزه. الصفقه اللي بتبقى كده انا مش عايزها. ولكن عمر الساعي اذا لعب مكان اكرم، هتلاقي عمر الساعي لو هتستخدمه رقم 6 ويكمل في الهجوم زي ما كان بيعملها حمدي فتحي، هتلاقي عمر الساعي بيقوم لك بالدور ده زي ما الكتاب ما بيقول، والدور اللي دايما مارسيل كولر بيحبه، يلعب ب2 رقم 6 من ضمنهم واحد يسرق الديفندرات في الهجوم، يكمل في المساحه الفاضيه دايما، اللي كان بيعملها عمر الساعي في الاسماعيلي. فاتمنى التوفيق لعمر الساعي، واتمنى التوفيق لكل لاعب اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي، وكل الدعم لاي لاعب اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي. واتمنى وجهه نظري في موضوع ان عمر الساعي في بعض الحنكشه في ادائه، اتمنى وجهه نظري تكون غلط، عشان خاطر محدش يزعل من كلامي ويقول لك اصل انت بتقول وبتقلل من اللعيبه. انا مش بقلل من اللعيبه، ولكن انا بقول وجهه نظري اللي انا شفتها، واتمنى غير ده. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. عاش النادي الاهلي دايما بجمهوره، والنادي الاهلي دايما فوق الجميع. سلام عليكم.